ترى إذا تبي تقتلني أنا ما أفكر أقتلك، لأني أنا أخاف الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أراد أن يعظه، أراد أن يذكره، أراد أن يخوفه، طالما كان يهدده. لكن هابيل كان يخاف الله رب العالمين، كان عنده تقوى، عنده رادع من الله عز وجل. ثم كان يذكره دوما: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أراد أن يخوفه بالنار. أول شيء خاف من رب العالمين، يذكره بالله، ثم يذكر بجهنم. تبي تقتلني؟ ترى في نار جهنم، ترى في عذاب بين يدي رب العزة، ترى في حساب. القضية مو دنيا وبس. لكن هل نفعه هذا الوعظ؟ وهل خاف من رب العالمين؟ هل خاف من النار؟ أبدا. نفسه الأمارة بالسوء غلبته، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شوف الآية، أخوه. أحد يقتل أخاه من أمه وأبيه؟ أحد يقتل أخاه شقيقه؟ من يفعلها إلا من خبثت نفسه وبعد عن ربه وسولت له نفسه الحرام فقتله فأصبح من الخاسرين. فجلس: ماذا أفعل الآن؟ ماذا أصنع الآن؟ ماذا أفعل بجثة أخي؟ قتل أخاه الآن لكن ما يدري ما يفعل بجثته. تخيلوا، أول جريمة قتل على وجه الأرض، أول جريمة قتل على وجه الأرض، من ارتكبها؟ قابيل، قتل أخاه. ولهذا كل جريمة قتل منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة في ميزان من؟ في ميزان قابيل. ليش؟ لأنه أول من سن جريمة القتل. دير بالك، إياك ثم إياك أن تخترع معصية، أن تؤلف معصية، أن تبدأ فيها والناس يستنون بسنتك، لأنك ستأخذ كل آثامهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا قابيل قتل أخاه وجلس، مو عارف شو يسوي بالجثة، شلون يخفيها الآن، شلون يعني أبوه سوف يكتشف الأمر. جالس، فبعث الله عز وجل غراب. هذا الغراب يقولون من صفات هذا الطير أنه يسرق ويحفر في الأرض ويضع ما يسرقه في الأرض فيدفنه، قيل هكذا. وقيل اقتتل هذا الغراب مع غراب آخر، فلما قتله حفر الأرض ودفنه. فنظر قابيل إلى الغراب وكأنه درس من ربه، وقال: سبحان الله، غراب يعرف كيف يخفي السوء ويخفي المتاع ويخفي الجثث، وأنا عجزت أن أخفي جثة أخي؟ أي ندامة أنا فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ترى ما ندم على قتل أخيه، لا، لو ندم لكانت توبة. ندم على أنه لم يعرف كيف يدفن الجثة بس، فعلمه الرب عن طريق الغراب كيف يدفن الإنسان. أول من دفن هذا الأخ، أخو قابيل هابيل، وكانت سنة في الأرض إلى اليوم أن يدفن الإنسان في الأرض. كيف تعلم؟ عن طريق الغراب. فدفن أخاه، وظلت هذه الجريمة آثامها متعاقبة أبد الدهر إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. كل جريمة قتل في ميزان ذلك الأخ،
الذي قتل أخاه، بل القضية ليست القتل، بل من قتل إنسان لو واحد فهو كمن قتل كل الناس، لأنها جريمة في حد ذاتها. من قتل أي استهان بروح بريئة فقتل إنسانا بغير جريمة، بغير جريرة، بغير حق. كم من مدني الآن يقتل، ومن بريء يقتل، ومن مظلوم يقتل، طفل وامرأة وأناس في بيوتهم يقتلون في الأرض بلا ذنب ولا جريرة. بأي ذنب قتلوا؟ من أجل ذلك، بعد قصة آدم وابني آدم، الله يقول لبني إسرائيل وللناس جميعا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، شوفوا حكم الله، أنه من قتل نفسا واحدة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، لو قتلت إنسان واحد بغير حق كأنك قتلت الأرض كلها. ولهذا من أعظم الذنب بعد الشرك القتل، من السبع الموبقات، جزاؤه في جهنم خالدا فيها. من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه القصة ليش يذكرها الرب عز وجل علينا نحن هذه الأمة؟ حتى ننتبه. شوفوا الحسد وين وصل الإنسان، جعله يقتل أخاه. شوفوا القبول عند الله جل وعلا، ليست القضية بالمظهر ولا بالشكل ولا بالثمن ولا بغيره، القضية تقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ليش ما قبل الله من قابيل وقبل من هابيل؟ قضية تقوى. هل صحيح أنت تقربها لله أو لأمر في نفسك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مهما فعلت فإنك لن ترد أمرا كتبه الله عليك، لكن سوف يجازيك الرب عز وجل. فصار هذا الرجل القاتل من الخاسرين، وصار من النادمين، وصار من الظالمين. أما ذلك الرجل فغفر الله له ذنبه بسبب قتله فهو مقتول. أيها الإخوة والأخوات، قصة فيها من العبر وفيها من الحكم، فلنتقي الله عز وجل مع إخواننا، ولا نحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، ولنرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ولا نتعجب عندما نسمع أن فلان قتل قتلا عمدا بغير حق. لا نعجب، فإن النفس السيئة والأمارة بالسوء إذا استجاب الإنسان لها تدعوه لهذا أو لأكثر من هذا. قصة وعبرة، لكن أي عبر. هذه قصة أيضا في بني إسرائيل حصلت، وهي مذكورة في سورة الأعراف. قصة قوم سموا أصحاب السبت، حصلت في زمن داود عليه السلام في قرية تسمى قرية أيلح، موجودة على شاطئ بحر القلزم. هذه القرية كانت من بني إسرائيل، وكانت شريعتهم أنهم في يوم السبت حرم عليهم العمل، ممنوع يوم السبت العمل، تشريع عندهم. وكانوا يعملون، وأكثر عملهم كان الصيد، صيد الأسماك والحيتان. الحوت في اللغة هو السمك، فكانوا يصطادون السمك ويعيشون عليه. وكانت الأسماك لأنها مرت في سنوات طويلة لا تصاد يوم السبت، فاعتادت هذه الأسماك أن تكثر يوم السبت وتقل في باقي الأيام، لأن الناس اعتادوا على الصيد في كل الأيام إلا يوم السبت، ممنوع، حرام عندهم. وكانت فتنة لهم أن يروا الأسماك على سطح البحر في يوم السبت ولا يرونها في باقي الأيام إلا قليلا، وعيشهم ورزقهم على هذه الأسماك. ومرت السنون وهم صابرون متحملون هذه الفتنة، حتى جاء يوم من الأيام، وهذه القصة نزلت في المدينة لما كانت اليهود تقول نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، نحن كذا ونحن كذا. الله أنزل هذه القصة على نبيه حتى يقص فيها على اليهود
علشان يقول لهم هل تعلمون ماذا حصل لأصحاب السبت؟ شوفوا من الذي حصل لأصحاب السبت. كانوا يوم السبت لا يعملون ولا يفعلون شيئا ولا يصطادون، ومرت الأيام والشهور والسنون على هذا. فلما كثرت الأسماك والحيتان يوم السبت لجأوا إلى حيلة من الحيل. الإنسان مرات ما يعصي ربه مباشرة، لكن يلف ويدور، يدور حيلة علشان يسوي المعصية. هو يحب الخمر، يحب الزنا، يحب، لكن ما يقدر يأتيها مباشرة، فش يسوي؟ يلف ويدور ويسوي له حيلة علشان يفعل هذه المنكرات وهذه الآثام. فإذا بهم يفعلون حيلة من الحيل. إيش سووا؟ نصبوا الحبال والشباك وغيرها، نصبوها يوم الجمعة، حطوها وجهزوها يوم الجمعة، علشان الأسماك اللي تجي يوم السبت تقع بالشباك وتقع بهذه الحبال. هم ما يسوون شيء يوم السبت، حاطين شباكهم متى؟ يوم الجمعة، والأسماك تأتي يوم السبت فتقع في الشباك، ويوم الأحد يأخذونها. هم ما سووا شيء، احنا ما صدنا يوم السبت، لكن اللي يبونه حصلوا كل الأسماك اللي جاءت يوم السبت وقعت في الشباك. طبعا هذا الأغبياء يقولون ما سووا شيء، لكن العاقل يعلم أنها حيلة، وأنه كذب، وأنه افتراء على دين الله عز وجل. فإذا بهم يفعلون هذا الفعل. الرسول يأتي إلى اليهود في المدينة فيذكرهم بهذه القصة، يقول لهم هؤلاء الناس شنو صار فيهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يتجاوزون ربهم ويعتدون على يوم السبت. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تكثر يوم السبت. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار من رب العزة لكثرة جرائمهم وكثرة فسقهم، أراد الرب أن يبلوهم فابتلاهم بهذا الأمر. أسماك تكثر يوم السبت، وما في باقي الأيام إلا القليل، لكنهم اعتدوا على يوم السبت. فما الذي حصل؟ هل تركهم الناس؟ هل كل بني إسرائيل فعلت هذا الفعل؟ لا، جاءت فئة من بني إسرائيل مؤمنة تقية تخاف ربها عز وجل، شافت هؤلاء الناس مستانسين، حاطين شباكهم الجمعة يطلعونها الأحد، والخير يكثر، والضعاف الإيمان يقولون حنا لا فعلنا المحرم ولا المنكر، والخير عندنا زاد، وهذا كله يعني نعمة الله أنعمها علينا. فجاءت الفئة المؤمنة الصادقة التقية اللي ما تلف الدور، اللي تسمع وتطيع ربها، قالت لهم لما تفعلون هذا؟ حرام، ما يجوز، هذا منكر. فجاءت فئة ثالثة. الحين في ناس يصطادون في يوم السبت، وفي ناس تنهاهم، وجاءت فئة ثالثة. الفئة الثالثة شنو هي؟ الفئة المثبطة، موجودة حتى اليوم، ناس يعصون وناس يدعونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الفئة الثالثة المثبطة اللي تجي حق الدعاة وتقول لهم انتوا ايش فيكم؟ ايش عليكم منهم؟ خلوهم، صادوا ولا ما صادوا ما ضروكم، ما سووا لكم شيء، بعدين هذول ترى ما منهم فايدة، نصحتوهم اليوم ليه بعد سنة ترى ما راح يستفيدون، خلوهم يبقى صادوا ولا ما صادوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني ما في فايدة فيهم، خلوهم. فرد الصالحون الدعاة الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ردوا على هؤلاء المثبطين وقالوا لهم معذرة إلى ربكم. أول شيء يعذرنا الرب يوم القيامة، لما نأتي يوم القيامة يقول الله لنا أمرتموهم نهيتموهم، نقول نعم يا رب، حنا سوينا اللي بيدنا، ويمكن الله يهديهم. الهداية عند الله مو عندكم. ولعلهم يتقون. شوف النقاش بين الطائفتين، الطائفة المثبطة والطائفة الداعية. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم
ولعلهم يتقون. شو اللي صار الآن؟ انقسم الناس 3 فئات.